السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مخبوزات العيد وصلت. هنعمل مع بعض السابليه بطريقة سهلة جدا جدا وبأشكال مختلفة خالص وأشكال جديدة. ان شاء الله بإذن الله تعجبكم، الولاد بيحبوها وتشرفك ان شاء الله قدام ضيوفك. ده ربع كيلو زبدة بحرارة المطبخ، او كوباية كبيرة، عليه نص كوباية سكر، عليه بيضة، عليها رشة فانيليا، على 3 كوبايات دقيق، عليهم ذرة ملح. هنجيب الزبدة على السكر بالشكل ده، الطريقة المعتمدة في أي بسكوتات، وهنضربهم كويس جدا مع بعض لحد ما يبقى الخليط ناعم جدا وهش، ويبقى معايا بالشكل ده. خلاص، بعدين هنزل بالبيضة اللي عليها رشة الفانيليا. خلاص، وهخفقهم، هكمل الخفق برضو. تمام، كله بحرارة المطبخ. وبعد كده هنزل بالدقيق بتاعي علشان خاطر العجينة كلها تتشكل وتتجانس معايا وتبقى عجينة لينة كده، لا متماسكة زي عجينة البيتي فور كده اللي احنا عملناه مع بعض بالمكنة. خلاص، هنزل بقى بالدقيق اللي عليه ذرة رشة الملح. خلاص، وهبتدي ان انا الم العجينة معايا. طبعا لو لقيت العجينة ناعمة منك او مش عارفة تشتغلي بيها، بتقدري تزودي في الدقيق، ولكن يعني بمقدار بسيط علشان خاطر العجينة ما يعني ايه تفضل ناعمة زي ما هي. خلاص، بكمية بسيطة برشات كده دقيق لحد ما تظبط معاكي وتعرفي تشتغلي بيها. كمان تقدري تحطيها في التلاجة شوية لحد ما العجينة الزبدة تمسك تاني، علشان خاطر طبعا بتتفاعل مع الحرارة فبتسيح منك وكده، فتقدري تحطها في التلاجة عشان تعرفي تشتغلي بيها. تمام، هقلبها كده الاول بالمعلقة، وبعدين هبتدي اعملها بايديا، المها بايديا لحد ما تبقى معايا بالشكل ده. وزي ما انتوا شايفين ناعمة جدا اهي. طبعا مش بعجنها، انا يدوب بلم الدقيق، ما فيهاش عجين. خلاص، لميت اتأكدت ان الدقيق كله اتشرب كده كويس جدا مع بقية المكونات. تمام، شايفين ناعمة ازاي؟ بتتشكل معايا بسهولة وشكلها ناعم جدا ازاي، مش مشققة مش خشنة، لا ناعمة جدا وحلوة. هجيب كيسين، كيس هفتحه كده على الرخامة وكيس تاني فوقيه، وهبتدي افرد في العجينة، افردها بأي حاجة. خلاص، وهتجيب بقى الاشكال اللي تعجبك، شكلي بقى واعملي براحتك، تقدري تعملي انت وولادك. هيفرحوا قوي وهيحسوا فعلا، هيبقوا مبسوطين خالص لما يتشاركوا معاكي. خلاص، هنجيب دواير زي ما انتوا شايفين كده، مثلا شكل دواير، ولكن هنعملها باعداد زوجيه. يعني مثلا عملت 10، هعمل 5 مفتوحين و5 مقفولين عشان خاطر هنبقى نلزقهم في بعض. تمام، هيبقى شكله حلو قوي، هوريكم شكله هيبقى عامل ازاي. خلاص اهو، هخرمها باي حاجه عندي. عملتها كده بالقمع بتاع كيس الحلواني، وقلوب ووردات واي شكل انت عايزاه، اي شكل عندك براحتك خالص. ده بتشكلي وتزيني فيه زي ما انت عايزه. فالافكار فيه بتبقى كتير قوي وبتبقى حلوه. احنا هنعمل اشكال تانية كتير، هنعملها بالكاكاو، وهنعمل اشكال تانية يعني غير الوردات والقلوب وكده، اشكال برضو افكار جديده. لازم تكون العجينة بسمك حوالي نص سنتي او اكتر من نص سنتي، علشان خاطر بتبقى ناعمة ومبتعرفيش تشيليها. فلو رفعتيها هتلاقيها بتفرول منك وما انتش قادرة يعني ايه بتقطع منك وانت بتشيليها. هتبقى معايا بالشكل ده زي ما انتم شايفين. وبعد كده بلب الزوايد دي وبعملها من اول وجديد، وهكذا لحد ما اخلص كل الكمية اللي عندي. شايفين حلو قوي، شكله ناعم وجميل وبيبقى معايا بالشكل ده. هفرد عجينة تانية وهوريكم اشكال تانية. زي ما قلنا، لو حسيت ان العجينة ساحت منك تقدري تحطيها في التلاجة شوية وتجيبيها وكملي تشكيلة عادي. دي برضو نجوم، برضو هعمل جزء مفتوح وجزء مقفول علشان خاطر لما اجي اشكله او ازينه هعمل الاتنين مع بعض. وهنعمل بنفس الطريقة لحد ما اخلص الكمية كلها. نفتح برضو جزء ونسيب جزء مقفول، وهنشيله بالراحة ونحطه في صينية الخبز او السجان بتاعتي. تمام،
برضه هوريكم فيها مجموعة حروف جميلة جدا. دي بتبقى حلوة قوي لو عملتيها على حروف اولادك او جوزك او اسمك، بتبقى حلوة قوي وبيحبوها موت. طلعت انا الحروف حروف ولادي وهعمل بيها. تمام، شايفين شكلها حلو ازاي؟ بيبقى شكلها جديد كده وجميل. بياكلوا البسكوت بشكل الحروف كده، بيبقى شكله حلو قوي، جميل قوي اهو. سهل خالص، مفيهوش اي حاجة. بقية الكمية بقى هحط عليها كاكاو علشان خاطر اشكل بيها. طبعا دي اختياري براحتك، مش حابة تعملي بكاكاو مفيش مشكلة، تقدر تعملي عجينة كلها. ده برضو شكلها بالكاكاو، وهوريكم شكلها في السيجان او في الصواني لما عملتها بالشكل ده. شوفوا شكلها حلو قوي ازاي، جميلة خالص. وهوريكم برضو شكلها لما طلعت معايا من الفرن. طبعا الفرن بتبقى درجة حرارة متوسطة 180، حوالي من تلت ساعة. تمام، من تلت ساعة لنص ساعة ل5 دقايق حسب درجة حرارة فرنك. برضو التزيين احنا هنسيبه متاح لأي حد. حطيت شوكولاتة دارك على شوكولاتة بيضة وعملتها بشكل التمويجة دي، او شوكولاتة دارك على طول وبمربى، او بكريز، او بشوكولاته بجوز هند ومربى. يعني فنني وابدعي براحتك واقعدي كده شكلي زي ما انت عايزه. ده حرف الايه زي ما انتم شايفين، لزقت الكاكاو مع الابيض، بقى نص ابيض ونص كاكاو، شكله حلو خالص. جميع الحروف عملتها كده نصها ابيض ونصها بالكاكاو، ولزقتهم في بعض، بقى شكله حلو قوي. انا جايبه لكم حاطه لكم على الجنب علشان خاطر تشوفوه ان هو من الجنبين. برضو تقدري تلزقي قلب ابيض وقلب كاكاو، نجمة بيضة ونجمة كاكاو، تشكلي براحتك زي ما انت شايفة. الاشكال والافكار كتير. طبعا انتوا هتعملوا احسن من كده بكتير. اهو ده شكله النهائي معانا، سهل خالص وبسيط وجميل جدا، وبيبقى ناعم وحلو قوي، بيدوب في البق، وهيشرفك قدام ضيوفك، وهيبقى جميل قوي في العيد مع حاجات العيد. ما شاء الله عليه، جميل خالص. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم، وان شاء الله انتظرونا في حلقة جديدة ووصفة جديدة. وان شاء الله ما تنسوناش سبسكرايب للقناة ولايك وشير وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.